السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي معايا في مطبخ ديدي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض قراص الكرنبيت اللذيذة الحلوة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، بعيد بقى عن القلي بالزيت والدوشة دي كلها. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي حبايبي بفكركم بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. هيلزمني للأكلة الحلوة دي كرنبيتة ونص كيلو من البطاطس. أجيب الكرنبيتة البيضة زي ما انتوا شايفينها كده، بيضة ومنورة كده بالشكل ده، وتكون مليانة يعني مكبوسة، ما تكونش مفرطة أو ورداتها بعيدة عن بعضها. شايفينها عاملة ازاي؟ هبدأ بقى أشيل الجزء اللي تحت ده عشان أطلع الوردات بتاعتها. اقطع كل الوردات كده بالشكل ده، وانا دلوقتي حاطه ميه على النار بتغلي. خلاص كده انا قطعت ورداتها كلها. قبل ما انزلها في الميه واسلقها همسكها اشطفها شطفه سريعه كده عشان لو فيها اي اتربه تنزل منها. تشطفيها كده تحت الميه وتقلبيها لان ممكن يكون فيها اتربه برضو من جوه. كرنبيطه بيضه وزي القشطه. الميه المغليه دي بقى ننزل فيها معلقه من الملح ومعلقه من الكمون. كمون طبعا عشان ما يعملش غازات والكلام ده كله. هنزل فيها الكرنبيت واسلقه سلق حلو، يعني ما تطلعهوش نص سلقه لان انا ههرسه يبقى سهل معايا في الهرس. برضو البطاطس غسلتها غسيل حلو قوي عشان الاتربه اللي بتبقى فيها، وحطيتها في ميه ومعاها معلقه من الملح. برضه هسلقها سلق كويس لان ههرسها مع الكرنبيت. وانا بحب اسلق البطاطس بقشرها كده واقشرها بعد ما تتسلق. انا دلوقتي قشرت البطاطس وقطعتها مكعبات والكرنبيت اتسلق، ونزلت الاتنين مع بعض وهرسهم مع بعض. يعني تسلقي البطاطس سلق حلو عشان تتهرس معاكي بسهولة، وكمان الكرنبيت. هنزل عليهم بيضة ونص كوباية من البقسماط وبصلة صغننة مفرومة كده، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من الزيت. يعني شوفي كمية الزيت اللي اتحطت فيه هي المعلقة دي، والزيت اللي هتديني بيه الصينية بس. والبهارات بتاعتي بقى عبارة عن معلقة صغيرة من البابريكا، البصل البودر، الثوم البودر، الكزبرة، الكمون، الملح، و7 بهارات، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وسنة شطة لو حابة تحطيها، بس انا شايفة ان هي بتديها طعم حلو وبتفتح النفس. كمان نزلت بحزمة بقدونس وحزمة شبت. الخضرة بتاعتي بقدونس وشبت. وهخلط كل المكونات دي ببعضها. ريحتها جميلة جدا جدا من دلوقتي تفتح النفس. هجيب جنبي شوية زيت كده صغيرين. لازم تدهني ايدك كده بالزيت عشان ما يلزقش في ايديكي وانت بتعملي القراص. هتاخدي كورة تكوريها بالشكل ده وتبططيها زي ما بتعملي الفلافل كده بالظبط. وجنب الصينية مدهونة طبعا زيت كويس، والفرن مولعاه عشان تدخل على الفرن سخن. بالشكل ده كده. وهنزل في الصينية بتاعتي، ادهن ايدي زيت تاني، واخد قطعة تانية اكورها وابططها. حاجة سريعة ولذيذة وبعيدة عن استهلاك الزيت، وكمان حفاظا على صحتنا. كل الزيت اللي استهلكناه المعلقة اللي حطيناها في الخلطة واللي دهنا بيه الصينية بس كده. عملوا معايا الصينيتين الكبار الحلوين اللي انتوا شايفينهم دول. شوف شكلهم يفتح النفس ازاي.
وعملوا كمان صينية صغيرة، يعني كمية كبيرة جدا تأكلي منها الأسرة كلها، بقرص كرنبيت ونص كيلو بطاطس. يعني الصينية الصغنونة دي جنب الصينيتين الكبار. هدخله بقى على الفرن السخن على درجة حرارة 180، ولما ياخد لون من تحت تولعي عليه الشواية ياخد لون من فوق بالشكل اللي انت شايفاه ده. كده الأقراص بتاعتي استوت جميلة جدا، ريحتها تشهي، ريحتها مالية البيت، مقرمشة من بره وطرية من جوه. شوفي شكلها مستوية ولذيذة جدا. نزلتها في طبق التقديم، تحطي جنبها بقى طبق المخلل ورصة العيش وتاكلي منها ما تشبعيش. شوفي قلبها من جوه حلوة قوي قوي، حاجة تفتح النفس بجد. جربي يلا الكرنبيت بالطريقة الحلوة دي، سريع وبسيط ولذيذ. لو عجبكم الفيديو بتاعي حبايبي ما تنسونيش بلايك حلو كده منكم للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وشاركوا أصحابكم الفيديو، وبالهنا والشفا.